تحياتي للجميع، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. رمضان مبارك علينا وعليكم، وان شاء الله بيكون شهر من الاشهر اللي فيها الخير بيعم على الجميع. بهذا الشهر راح احاول قدر الامكان انه الفيديوهات تكون فكاهيه ومضحكه بنفس الوقت، لحتى نطلع شوي من جو السياسه ونغير جو عليكم في هذا الشهر الكريم. وراح نحاول نحط ضوابط لابو حيدر جويه لحتى ما يطلع عن سياق الموضوع اللي بينطرح بشهر رمضان. بليز نو. بهذا الفيديو يا جماعه الخير انا ما راح اكون موجود نهائيا. حسوا ابو حيدر جويه هن اللي راح يستلموا هذا الفيديو ويحكوا عن ابرز القضايا اللي صارت. مرحبا يو، كيف كنت وياها؟ ابرزها زياره مظلوم عبدي والهام احمد الى برلين والكلام اللي طلع من جماعة الفلول والتخيلات اللي صارت في راسهم انه صار عندهم دولة وطالعين يحكوا باسمها. المؤتمر العالمي للأمن يدعو الجنرال مظلوم عبدي ثاني لقاء باسم الدولة الكردية. وبنفس الوقت سمير متيني على ما يبدو انه رجع كوع تكويعة جديدة. لا أتشرف أن تحكمني هذه القيادة. هالمرة تكويعة غريبة جدا، صار شيعي وعلوي بنفس الوقت، بيقول عن حاله سني. أنا علوي شيعي ملادية. فبهذا الفيديو راح تحاولوا تمسكوا حالكم قدر الامكان من وراء ضحك سمير متيني والكلام اللي بيحكيه. قبل ما نبلش هذا الفيديو تاكد انك تشترك بالقناه، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد، وخلينا نبلش. مرحبا يو، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. انا بيقولوا لي قال جاي رمضان، مبروك عليكم رمضان. هذا في فيديو انا تاخرت عليكم لانه انا كنت مسافر رايح على برلين. شوف مظلوم عبدي اجى على برلين هو الهام احمد، وهلا بده انا بحكي لكم ايش صار هونيك وليش هدول جماعه فلول وجماعه قاسده شايفين حولهم كثير. ما بعرف ليش، لانه هو راح مع شيباني ما راح له حاله. المؤتمر العالمي للأمن يدعو الجنرال مظلوم عبدي. ايه هودا فلول سابقا كان مع بشار اسد بيقتل مدنيين، هلا صار بيحكي بالسياسه واخذ لجوء في اوروبا لانه هو يعتبر انه هو علوي مضطهد، يعني جماعة قاسدي عفوا جماعة أحمد شارع. وبيقول هو إنه مظلوم عبدي يروح على هونيك مشان هو يشيل هيك حمل كله علويين مسيحيين دروز أكرود كلياتهم مع مظلوم عبدي. الجنرال مظلوم عبدي يمثل كل سني شريف، ويمثل كل علوي، بيمثل كل درزي. ايه هدول فلول ما ضل عندهم بشور اسود، ما ضل عندهم مقدود فتيحه، ما ضل عندهم غزول هرب روح على عند برزوني، بتعلقوا بتعربشوا في مين هجري كمان بده بيروح. هلا بتعلقوا في مظلوم عبدي، بيشوفوه انه هو قبر بطل، يعني ما بيعرفوا انه مظلوم عبدي رايح مع مين؟ مع اسعد شبوني. لو مظلومه انت والهامه ايش عم بتسوي هنيك باوروبا يو؟ ايش هي ماشيه؟ انت مستر بين ياخذ دور هذا اهبل مستر بين بريطاني تبع احمد شارع، ما بعت معك مرافقه يديروا بالهم عليك يحموكي حاطينك عنصر واحد. لو مظلوم انت بيقلد مستر بين كثير. هو كون في حلقه لمستر بين وهو بيعمل ايديه هيك بيعمل رياضه، انت بيشبهه كثير. هو لو مظلومي ايش بيسوي انت يو؟ ايش هي حركات هاي؟ وحركات غبيه يوم، حتى انا هون في فيديو هذا ما بيسوي هاي حركات. من ضمن فيديوهات قاسده وجماعه قاسده ايش بيقولوا مظلوم عبدي هو قوي بطل، هو راح طحش على الاجتماع عقد تبع روميو واسعد شيبوني، بس هو ما بيعرفوا انه اسعد شيبوني راح حكى مع روميو قال له بلا باخذي يو في معنى واحد، جايبينه هو واخته هي اللي هم احمدي من دخلهم معنا على الاجتماع. بيصير لما بيصير؟ ايه بقال له يعني جبتوا معكم اولادكم على الحفله، نحن قلنا ممنوع بتجيبوا اولاد على حفله، خلص دخلوا وخلي بيفوت. دخل مظلوم عبدي بيعرفوا عليه بيقول له هذا ابننا صغير تبع قاسده بيشتغل معكم يعني وتحت ايدكم بيشتغل، جيبوه حطوه بركوا على الطاوله. سلم على ام احمد، استني شوي ما نسلم على تبع شيباني بعدين ما نسلم عليك. ما عندهم اولويه يعني النسوان، لانه هم معتبرينك من انه فيهم، يعني انت من بين الزلم فما في فرق، بيسلموا عليك اول بيسلموا عليه اول، مو في فرق. وفي مقابلات كثير طلعت مع مين؟ مع مظلوم عبدي. مظلوم عبدي بيطلع بيقولوا له انت بدك بتضل جنرال ولا بيصير شيء ثاني؟ ما بعرف انا ايش بيقول لك، بس هو بيصير شيء ثاني اكبر من هيك. هو حاليا لديه مهمتين اساسيتين، الاول هو يعني مظلوم اذا ما بعرف بحكي فصحى احكي طبيعي، العلم بفهم. الاول مو بيقولوا اول، بيقولوا الاولى، يعني هي اولى مرحله هو لازم بيسويها، بس ايش بدك بيسوي؟ قال لي انا ما فهم عليك. الوصول الى اتفاقيه مع الدوله السوريه
سوريا. إيه كم مرة بده بيسوي اتفاقية مع الدولة السورية؟ سويت 10 اتفاقية، كل مرة بتخربوا اتفاقية بيجي أمريكا بعفس على راسك بيقول لك عد سوي اتفاقية، بترجع بتسوي اتفاقية، بترجع بتخرب اتفاقية، برجع بعفس على راسك فرنسا بيقول لك سوي اتفاقية. أحمد شرع هذا لازم بيحطوا له صورة عنكم بصدر بيت لأنه هو اللي بيحميكم هلا. سوريا، وأظن هذا سيكون، وهذا يعني معلش اهدأ، لا عصب لا توتر، احكي طبيعي مثلي انا. شوف انا بحكي طبيعي، ما بتوتر ولا بعيد ولا بعمل شيء، احكي طبيعي. بعدين اي مذيعة جايبينها كمان هي ما بعرف بحكي عربي. هل سيكون نموذج كردستان العراق؟ اسمه كردستان عراق في احرف نحن ما بعرف بلفظها. اوكي تمام، بس انت بعرف بحكي عربي فصحى بيقول علاق ليش؟ نال جم دولة سوريا كي شاكي واني عنوانا مصطلحات هي. والله استاذ مظلوم عبدي، الدولة تبع احمد شرع ما عنده مشكلة بالمصطلحات، عنده مشكلة فيكم انتو بدكم دولة في سوريا بس على حساب سوريين، وتروحوا تعملوا اتفاقيات مع PKK بجبال قنديل. يعني هو جبال قنديل بيحكم سوريا من برا سوريا. بلا إما او هي يعني متخازن حكمك كردي محلي. يعني هلا انتم بقبلوا باي حكم اي شكل اي اسم بس مهم يكون كردي. معلش حتى لو كانت ضيعه هيك قدها، يعني ما عنده مشكله. هذا صار له بقتل ضد الدوله ضد الشارع 14 سنه، شو بيجي هلا بيقول له انا بقبل باي شيء. معلش اعطونا محافظ حشاكي هبه هرناف شبي بربه او مهم كرد بخواه. ايه بس مهم نحن بحكم مناطقنا. جابوا له استاذ الهم احمد يسالوا سؤال، قالوا له استاذ الهم احمد انت ليش جيت لهون؟ ايش جاي بيسوي هون؟ اي صفه حضرتم ضمن الوفد السوري؟ استاذ الهم احمد طبيعي جدا بيقول له قوات سوريا الديمقراطيه نحن من كردستان. سوريين. ليش هيك بيقول استاذ الهم احمد؟ سوريين. انت السوريين انت بقتل كردستان شمال سوريا بده بوصلها مع عراق مع تركيا مع ايران، لازم بيقول نحن من كردستان جايين. سوريين. يعني هلا ظلمتوني من رجوفا، حرمتوني، ما بقى في رجوفا. يعني كنا جايين كوفد قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. كي هيك بشكل مباشر قولي نحن جايين هم بقوة معنا قوات سوريا الديمقراطية. وهون يعني صرنا بوفد واحد وشاركنا بها. استاذ الهم احمد انا هذا حكلم ما بحبوها. ايش يعني صرتوا انتوا وفد واحد؟ ايش يعني صرتوا واحد؟ يعني كل هالفترة الماضية بتقتلوا وبيعملوا بضرب مدنيين وبضرب بحلب بضرب بالمنبج وبشيخ مقصودة، تجي على بقولي بصيرنا واحد. ليش ما قلتوا من الاول كان عطيناكم محافظ حسكي؟ وهلا في معنا واحد هذا اسمه روبي ما بعرف ايش اسمه، وواحد اسمه كمال خردور، هذا من جماعة فلول وواحد من جماعة قاسدة، واثنيناتهم قاعدين بيحكوا ما بعرف ليش بتضحكوا بس بتضحكوا. الجنرال مظلوم عبدي وصل على المانيا والشباب عم يناموا من 7 المساء. مظلوم عبدي بمشي بالشارع ما حدا بيطلع عليه، كله بتضحك عليه وشايفينه مثل الجدبة. جايبوا معه شيباني بس مشان يعرفوا على العولم، قال له تعال اطلع من الجحر تابعك انت والنفق والجبل، كنت عايش في الجبل كل عمرك ما بتعرف شي، معك جواز عراقي، انت اصلا مو عراقي، انت معك سوري ما معك سوري. جابوا ازعج شيباني قال له هذا جواز تعال اخذك معي ضح. لك ليش هذا ليش بيعصر ضحكه من ليش بتعصر ضحكه من انت يا شو هذا مبين كذاب انت كمول، مبين كذاب من وجهك يا. عم بيقولوا شيباني راح على المانيا اخذ مظلوم عبدي معاه، فهمت علي؟ ايه مزبوط هذا كلام. يعني هو شيباني اخذ مظلوم عبدي والهم احمد، هو الهم احمد ما راح لحاله. وانا بطل بعصر ضحكه من انت ولا شكلك وجهك. اول لقاء كان باسم الدولة السورية. ايه وبعدين ايش صار؟ يعني اول لقاء هن مو كانوا موجودين باللقاء، انتوا بيقولوا هو التقى مع امريكان، مظلوم عبدي اسعد شيباني ما كان. لك هو اصلا ما حضر لقاء مع كونغرس، بس بالفيديو مبين انه مظلوم عبدي هو اجى بعد ما قال له شيباني تعال لهون اقعدي ولك. ثاني لقاء باسم الدولة الكردية. باسم مين الكردي؟ باسم الدولة الكردية؟ مو في دولة كردية حبيبي، باسم قوات قاسدة ديمقراطية. يعني هذا ما في الدولة الكردية، هذا عن ماما حبيبي، روح نوم انت عن ماما بتاخذ دولة كردية. يعني هلا هدول اثنين بركن بتضحكوا هيك يعني مشان بيعملوا كوميديا، يعني انا ما بعرف يا وانا عليهم هدول اثنين ما حبيتهم. انا هلا في سمير متيني بخليني بحكي كردي بسب انا معه ما بصير، انا ما بحكي مع سمير متيني، جيبوا فلول هذا ابو حيدر شويه انا ما لي علاقه. سلام.
خرد العمى في عيونك، وين رحت ولا هنا تحسه؟ كيف كن واغوالي؟ شو اخباركن؟ كيسين ان شاء الله؟ بالله انا ماني محب لهاسي الحركه لما يعملها هذا صاحب القناه، نهار بيحط لي 10 دقائق ونهار بيطول لي الفيديو ونهار بينزله، وهلا جايبه لحسه تينافسني على هذه المقاطع الجميله اللي انا قد بحكي عليها، بافرم شواربه فرم لمزلوم عبدي، بس بالله ما عنده شوارب ابي ينفرمه واغوالي. طلع لنا شبير متيني قال شو صاير من جماعتنا؟ قال صاير علوي شيعي، بالله يا بعرف هذا شو ترتيبه ولا بعرف شو دينه هو، بس عنده هيك كومة احاديث فحبيت جبلكن اياه مسح في كرامته الارض فعسه فعستين لانه كوع عن تأييد الدولة السورية الجميلة وارجع مردغ فيه الاراضي. فضل ولا حيوان. انا الاعلامي سمير متيني من اصول سوريه. ولك حيوان طلعت للسما ولا نزلت ما تضلك سوري بتخلي من اصول، يعني ما تتنفر من اصولك ولا؟ اذا انت من عيشبتك السوريين قلع براتها خليك في المانيا وابخ تجيب سيرتها لسوريا على لسانك ولا؟ مواطن اوروبي، ما حاحكي دوله ثانيه، ما راح احكي، من اصول سوريه. شو هي هذه الجنسيه الثانيه اللي متخبيه؟ اسرائيليه يعني مثلا؟ لا بعرف، هذه جنسيه كردستانيه انا بعرفها، هذه ما تحطوها هيك جنسيه ثانيه بعد السوريه والالمانيه، ما هيك يا عكرو؟ لا اتشرف ان تحكمني هذه القياده، اتعامل معك قياده مؤقته. بالله وحتى نحن منا ما يشرفنا ابدا انك تحكي باسم السوريين، صرعت العمى في عيونك. ما في حدا عندي بالتعليقات لما يقلي بالامارات وبالسعوديه هند بتهدأ بتطفى، فيسبوك وتيك توك ويوتيوب العمى في عيونك كن بقى. انا عندي الانسان اولا. هند كذاب، هند عندك غير شيء اولا، الانسان بيهمك الفلوس وغالي. انا شو اكره على شيء حسركم؟ حكومة احمد الشرع ما هيك؟ القتل، التعدي على المدنيين هند اكثر شيء بتحبوه. اللي عنده يابس الراس. لا ما في عيونك، كل اللي قلت لك ياهين ما زبطوا معك، هلا طلع معك اللي عنده ياباسة الراس هو اللي بتكرهه. بالله منه مستغرب عليك وسمير، ترى جحشناتك واضحه اهو. حكوها مره بتذكروا بالمقص يعمل له عم يغرق والمي. ولا سمير شو ما تفعس بالحكي ولا؟ العمى في عيونك ما فهمت حرف واحد من اللي قلته، بالله مني ما يفهم شيء من اللي ما تقوله، شو ما تقول ولا؟ ماي لانه موقفه ثابت. حيوان شو هو اللي موقفه ثابت يعني؟ مين هو اللي موقفه ثابت؟ شو ما تحكي هنا؟ اشرح لي اجعلي لروح امواتها. هل سمعتوا عبر التاريخ الكرد الشيعة تقاتلوا مع الكرد السني؟ كرد هاجي بس سمعت فيها في حياتي كلياتها، كرد شيعة كرد علوي، بالله هذه غريبة جدا ها، في غيرين شيء؟ الكرد العلوية تقاتلوا مع اليهود، كرد اليهود تقاتلوا مع الكرد السني. كرد اليهود تقاتلوا مع الكرد المسيحيين، بالله شوف انا بعرف الكرد القسدية تقاتلوا مع كل حدا ما عادش معك بشار الاسد وايران وامريكا، قاتلوا الشعب السوري كله وقاتلوا الثورة السورية كلها وقاتلوا السوريين نفسهم ها، قاتلوا العشاير كلياتهم بس ما تقاتلوا مع بعض وغالي، قاتلوا الاكراد اللي ضد وغالي بس ما تقاتلوا مع حالي. لا ما بصير. دي وحشات الله، خلاص سمير قال ابي يصير يعني ابي يصير. مين عندكم شركائنا بالوطن اللي بيسودوا الوش؟ بالله شركائنا اللي بالوطن اللي ما يسودوا الوش هن اللي لحد الان ما قبلوا يكونوا سوريين وساتم ما يتوبزوا للبرا تيحصلوا على بعض الاجزاء تيديروها تحت اسم الديمقراطيه واخوه الشعوب. اذا قال لك بكره تلنا في ما في خلص. هذا الكلام ما ينطبق عن الاكراد الشرفاء الكيسين اللي ما نعرف ان احنا ولا من اللي مثل حكايتك متذبذبين هنتو كل يوم على يعني متذبذبين هن ما يغيروا مواقف ولو شو حالكي. اما مو حكايتكم مره بحضن الامريكي ولا هذا الكلام ما ينطبق على قصد، دير بالك ما تفعش بالحكي على جماعتك. مره بحضن الايراني. هلا نحن جماعتنا لحد هذه اللحظه لم يجلسوا في حزن احد، ولحد الان قاعدين على طاولات المفاوضات بين الدوله السوريه وبين امريكا وروسيا وايران، اسا ما قربنا عليها بقى هند عن مين ما تحكي. مره بحضن العصملي مره بحضن الاسرائيلي. هلا شوف انا بحب جيب الدلائل في هذا الموضوع، بس انا بقول لك انه بالثوره السوريه ما شلنا اعلام اسرائيل واللي شلتوها هنتو، وما نحن اللي حطينا علم الاسد وروسيا جنب اعلامنا تنوقف ضد دولتنا وشعبنا وضد ثورتنا حتى، فهذا الموضوع اللي ما تحكي فيه كله يبقى ينطبق على مين؟ على قصد يا عكروت. مره بطوبز لامريكا مره بقول موت لامريكا. بالله يا سموره هذا الكلام شفناه في سوريا، يعني هنت افينك تحكي بالشرف وهنت اكبر ولو لك ما تشفروها ولو شو حالكن، هذه كلمة طبيعية في عالم السوشيال ميديا، هنت أكبر عاهرة متحاضر بالشرف وغالي. احكي لي هلق شو انتماءاتك الجديدة؟ انت شيعي ولا سني؟ قلت له انا شيعي وسني. جينا على بر الأمان، شو يعني هنت شيعي وسني وغالي؟ الشيعة مذهب غير مذهب السني وغالي، ما يآمنوا بشغلات السني ما يآمنوا فيها، وهنا بحكم انه رمضان قلت أبدي أحكي بالدين والإسلام بهذه الأمور لأنه بخاف مفعس بالحكي يقوموا يلعنوا نفسي. قال لي شلون؟ قلت له انا شيعي على من شيعة آل البيت. هلق هيك فجأة صرت من شيعة آل البيت، العمى في عيونك هذا موقف جميل جدا ما تتخذوه، بس إسا غزال ما سيطر حتى تقوم أنت تحول مبدأك وتصير معه ولو. أنا على مذهب سيدنا علي
وش هو مذهب سيدنا علي وغالي؟ بالله انا ماني ما اعرف هذا المذهب جديد، يعني انا بعرف هذا الموضوع، احكي لي تشوف فهمني. بعد انت علوي. انا ماني ما احسبك علي، ماني ما احسبك على جماعتي، بس انت لشو بتحكي هذا الكلام؟ ليش مالك من مذهب سيدنا علي علوي؟ لا ما في عيونك ولا فهمنا انك جحش في السياسه بس كمان جحش في الدين. انا ما بحكي عن الشيعة السياسية. يعني كيف هذه منك ما تحكي عن الشيعة السياسية؟ فهمني، عم فست في الموضوع كلياته دخلته في بعضه. نحن بكل صلاة بنصلي على آل البيت، يعني ممكن مقبول نقول شو حالك ولا؟ ركز منك ما تفعش في الكلام، ما نصلي الصلاة الإبراهيمية، ما اختلفنا في الموضوع، بس أنت ما تفعش بالحكي، عرفان حالك شو ما تقول. شلون سيدنا علي عليه الصلاة والسلام ما بصير غير للرسول؟ لا كل الأنبياء بتقول عليهم الصلاة والسلام. هذا كلام متفق عليه بالفقرة الأخيرة من كلامك، الصلاة هي ما تختص في الأنبياء، ما تختص بالصحابة وغالي، يعني هن ما يقدسوا لمكانة الأنبياء، بس سيدنا علي له مكانته العزيزة، بس ما وصل ليكون نبي وغالي، انت ما تفعس على البخلي وحبيبي. هذا الموضوع هو محترف تماما عن ما نعرفه نحن، يعني مو هنا اللي هن ما يحكوا عنه، اللي هن جماعته اللي ما يحكوا عنه، انا ما دحشني في الموضوع. انتم ما فهموكم هيك بالاسلام، ليش؟ لانه عجنوكم بالطائفيه. لا دقيقه شوي، انت ما تدخل في هذا الموضوع، انا بدي فوت لهذا الباب العم في عيونك، خلينا في السياسي وما تضحك عليك. شو هذا اسلام وعجنوكن وفهموكن؟ يعني انت كنت ما تدرس في غير دنيا. انا علوي شيعي ناقص تقل لي مسيحي درزي كردي وزردشتي وابعرف شو كمان ميلاديه. العم في عيونك ما كنت مش شام من ركن الدين، يعني هند كل يومين ما تقعد في مكان، هند منين اصلا؟ يعني ما اقول لك انت بندوب، بس ماني ما اعرف انت منين بالضبط. خذ هذا الفيديو ثاني. سمير كمان صار علوي شيعي، استفاد منه. لا هو سمير، نحن ما نستفاد منك، نحن ما نعلق على كلامك وحبيبي، نحن ما نحاول نفهم هند شو بالضبط، ماني ما افهم لك دين هنا. والشعب الكردي تحديدا الذي مظاهراته غطت العالم كله واشعلت الراي العام. العم في عيونك وسمير، فورا بتغيرها للموجي، يعني هنت ما تشتغل كوميديان على التلفزيون، على اليوتيوب، على الفيسبوك، وبعدين هو الشعب الكردي على عيني وراسي، بس اللي قاموا بالمظاهرات ما شعلوا الدنيا مشان قسد، هن شعلوا الدنيا لان بقوا حرقوا الدنيا وحرقوا العالم بس مشان يقولوا للعالم وقفوا معنا، بس كل العالم وقفت ضدين. خصوصيه هذا الشعب ضمن أراضي ما تسمى بالجمهورية السورية، ما تسمى بالجمهورية السورية، يعني انت منك معترف فيها. وحبيبي الموجودين حاليا في برلين إلهام أحمد ومظلوم عبدي طالعين باسم الجمهورية العربية السورية، منن طالعين تيكونوا باسم الجمهورية الدولة الكردية الكردستانية هذه اللي ما تحكي عنها واللي بأحلامك أبى تصير. طبعا مؤتمر ميونخ جاء مؤخرا صدم أبواق السلطة. صدمنا. هلا انا ما يعتبروني بوق سلطه ولا انا مكوع بوق سلطه سابق وماكن هلا؟ بالله ماني ما اعرف موقفي هنا لانه ضيعني هذا الحيوان. انا معك، ما نعتبر نحن ابواق سلطه، منا ابواق سلطه ولا نحن ما ندافع عن الشعب بوشه للدوله وما ندافع عن الدوله بوشكن ولا. بالله هذا الموضوع منه ما يصدمنا، ما يصدم شغلات ثانيه. رمضان افتني احكي هيك. كان عندهم فكره قيادات سوريا الديمقراطيه، اخوه شعوب، اخوة الشعوب عند امهاتكن ولا. شفنا اخوة الشعوب بينكن وبين العشائر والعالم اللي كانت عايشه في مناطق سيطره قسد وكلياتهم ما زبطت معنا الحياه. انه يعني نعمل مشروع عربي كردي كل المكونات الى اخره على نمط ديمقراطي. هي افكار وفلسفه القائد عبد الله اوجلان تاعكن اللي لسه لحد الان ما يمكن ما تعترفوا فيه، ما يمكن ما تسمعوا اوامره، بس ما تطلعوا مظاهرات مشان تطلعوه من السجن. العام فا يمكن انتم شو دينكن ولو. الاقرب لانه هو يعني الاقرب لكن هي الشراكه مع الشعب السوري، صح ولا لا؟ الشراكه مع اقليم كردستان. طبيعي جدا. ما تقول له وطني ما يقول لك انفصالي، ما تقول له سوريا ما يقول لك كردستان، ما تقول له لك هند من ابن هالبلد يقول لك انا ابن دولتي. ولا شو مساوي لين ولو. نحن ما ندعو للسلم الاهلي والمصالحه الاجتماعيه، بس هن ما يدعوا للانفصال، والجماعه ما يفكروا في دوله ثانيه. مظلوم عبدي وسيدة إلهام أحمد حضور قوي وملفت كان بميونخ، مما أصاب أفقد توازن أبواق السلطة. لا هو غالي. شوف هيك هلق هنا ما افقد توازني هنا من بعد تصريحاتك القوية، من بعد تصريحاته لمظلوم عبد اللي حسسني بكل هيك بده شقفة حكم ومحافظ الحسكي، بس يعني عرفت انه يعمل اكثر من هيك. هذا اللي بده اياه. السلطة حتى نفسها كانت مرتبكة. منا مرتبكي وغالي، منا مرتبكي. اللي ما يشحطه لمظلوم عبده ويقول له تعال قعد معي على الطاوله تعرفك على جماعتنا الامريكان اللي نحن ما نشوفن غير اللي هنتو ما يعطوكن الاوامر، ما نقلن مين المرتبك وحبيبي. انه الجمهوريه العربيه السوريه وما تبقى من المكونات عباره عن ضيوف ولاجئين بالبلد ونسب. بالله وسمير هذا موضوع يطول شرحه، يعني هي اسمها الجمهوريه العربيه السوريه شئت ام ابيت، وهذا اللي بده اياه اكثريه الشعب السوري. يعني هنتو اذا كنتوا الاقليه من الشعب السوري او جزء من هاي
هذا الشعب السوري؟ أفيك تحددوا الموضوع لأنه أنتم هيك بتكين. ما يقرره الأكثرية من الشعب السوري هو اللي بيحصل وحبيبي. هناك كردستان سوريا. شايف منام هنتو طالع ما تحكيه للجماهير حقك، بس أفي شيء على الأرض اسمه هيك، في شيء اسمه الجمهورية العربية السورية. يعني شئتم أم أبيتم يعني. أبينا ولا شئنا نحن منساوي اللي بدنا إياه، وهند من برا قول علي شو ما بدك. فيك تقول عليها جزء من إقليم أوغاريت وجزء من جبل البخشستان، وفيك تقول جزء من كردستان، عادي جدا طالما هي على الخريطة سوريا واحدة موحدة. احكي قد ما بدك وحبيبي. قد يزعجكم هذا الكلام، اعتبروني أنا عربي عم بتكلم هذا الكلام. مثل يا حبيبي مثل ولا فرقة معي. لا لا يا جماعة الخير، رمضان ما أقول مثل بالله عليك يا جماعة، ماني مقول الهجري شو حالكن ولو مقول مثل اجري. بتفرق معنا وحبيبي، قول اللي بدك اياه. ابي يزعجنا هذا الموضوع طول ما هو النباح من الخارج، ابي يفرق معنا على الارض وغالي. عربي دمشقي مسلم سني. تمام هند كنت من شوي شيعي علوي من اللاصقية، هلق عربي مسلم سني. بالله انا بعرف لك دين، أنا ما أعرف لك دين ولو. وكانت تدرس، كان في شيء اسمه عربستاني يدرسونا اياه. أين بيدرسوك إياه هذا الموضوع اللي ما يخص عربستان وكردستان؟ وين؟ بمنطقة بلاد فارس أو إيران. لا ما في عيونك، انت كنت ما تدرس في ايران ولا؟ وانا مقول انت توجهاتك السياسيه ايرانيه، يعني بالله هذا الموضوع غريب. ها ما تجيب تاريخك كليته من ايران اللي دخلت مع بشار الاسد وقتلتنا. طبيعي جدا هندو زملاء مع ايران، ما عندكم مشكله، ما هيك؟ بإيران آلاف الشهداء والقتلى على يد النظام الإيراني والباسيج. طبيعي جدا ما قلت لكم يا غوالي. ايران رفقاته هلق ما يحاول يصعد في هذا الموضوع. الايرانيين ما يقتلوا في مين ما يقتلوا ولا آلاف من الكرد عم يعدمون ويشنقون ويصفون. كرد شو دخل الكرد في الموضوع؟ اللي ما يطلعوا ايرانيين. ما تفصلنا هلا تقول لي علويين ايران وشيعة ايران وسنة ايران وكرد ايران. لا ما في عيونك انفصالي حتى في ايران ولا؟ لانه هن العصب العمود الفقري للثوره اللي بايران. الله اكبر، شو هذا يعني افي رقيب، افي حدا يرد عليك من ايران، افي حدا يقول لك انت كذاب من ايران. بالله يا بعرف شو يعني كذاب بالايراني. بالله يا بعرف بس كذاب انت ولا؟ هن المكون الكردي هن 18 مليون بالشمال. لا وغالي هنا باخر احصائيه بعرفها كانوا 200 مليون، كانوا مليار على الكره الارضيه. يعني هند طلع معك نص الشعب السوري كردي، ونص ايران كراد، ونص العراق اكراد، وبقي تركيا كليتها اكراد. ما طبيعي ما هيك؟ اعدامات على ابو موزه، قتل على ابو موزه، جثث بالاراضي ما حدا عم يسلط الضوء عليهم. دي وحشة الله. وهنت لشو مستلمه لسوريا طالما خلصت الامور فيها؟ روح سلط الضوء على ايران، لانه الكلام اللي بتحكيه بيطلع كذب. ما هيك؟ المظاهره الاكبر، ارفعوا صور شهداء ايران. ما تنسون وغالي، ما تنسوا الايرانيين، لانه هو ما يفصلن يعني ما يقول كان سنه ايراني هذا ما دخلنا فيه. الثوره الايرانيه الحاليه بس للاكراد الموجودين في ايران. العم في عيونك وسمير ما كمان هدول ولاد عمومتكم لا تنسوهم. شو حالك انت ما خليت لي مجال احكي معك؟ انا مني عرفان لك شو دينك انت ولو. لا مني ما يسبوا ما قلوا مين ابوك هنت. شو حالكن ولو؟ رمضان الدنيا رمضان وغوالي، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحه والبركات. خلوا لي اهدى، عفتني اخذ راحتي واطلع وصعد من الامور. لهنا بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اتمنى تحطوا لي رايكم بالتعليقات، تكتبوا لي هيك كلام جميل جدا ما يدعمني، وحطوه لللايك وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. وغالي قولوا لهم تعالوا شوفوا سمير متيني صار شيعي. بالله ماني ما اعرف شو دينه بالضبط. لهنا بنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. نلقاكم في فيديو من سمير متيني. سلام وغوالي.